ثانوس شخصية معروفة وسط محبي الأفلام والكوميكس، وده بسبب إنه شرير محوري في عالم مارفل ولا يمكن تجاهل تأثيره على مجرى الأحداث. لكن على عكس عالم مارفل السينمائي، ثانوس في الكوميكس عنده ابن اسمه سين، وسين عنده قدرات خارقة ممكن تخليه أقوى وأخطر من أبوه. في الفيديو ده هنشوف قصة سين ابن ثانوس ونعرف سوا هل هيكون بنفس الشر والجنون بتاع أبوه ولا لأ. انا شرحت قصة ثانوس في الكوميكس على عدة فيديوهات قبل كده، شرحت قصة طفولته ونشأته، شرحت سعيه ورا الانفينيتي جانتلت واعدام نص الحياة على الارض، وشرحت ازاي مات ومين قتله كمان، لدرجة ان في حد قال لي في الكومنتات بطل تحلب ثانوس. عشان كده قررت احكي عن ابنه وقصة نشأته ونشوف هل هو بنفس الشر بتاع ابوه ولا لا. بس علشان الفيديو ما يطولش زيادة عن اللزوم انا هحكي بس نسخة سين من كون مارفل الرئيسي ايرث 616. وعلى فكرة في فيديو على قناة علشان نعرف قصة ابن ثانوس محتاجين نستكشف حدث مهم جدا في مارفل اسمه انفينيتي، واللي بيبدأ مع سلسلة بتحمل نفس الاسم. وفي العدد الأول منها بنشوف واحد من ضمن خادمي ثانوس واللي اسمه كورفس جليف بيزور كوكب اسمه آل جولو وبيتكلم مع ملك الكوكب ده. ملك الكوكب بيقول للحرس يهاجموا كورفس، لكن كورفس بيفكروا ان من فترة طويلة نفس الكوكب ده اتدمر على ايد جيوش ثانوس، ونفس الجيوش مستعدين يكرروا الدمار تاني. هنا الملك بيقول له انت عايز مننا ايه؟ وكورفس بيقول له عايزك تدفع الضريبة. في المشهد اللي بعده بنشوف كورفس قدام سيده ثانوس وبيقول له اهل الكوكب دفعوا الضريبة، وثانوس بيقول له وريني. ولما بيفتح صندوق بنكتشف ان الضريبة دي هي رؤوس كل الاطفال اللي على الكوكب. ثانوس بيتبسط بالمشهد ده وبيقول ان في كوكب واحد لسه ما دفعش الضريبة، وبنكتشف انه يقصد كوكب الارض. ثانوس وخادميه بعتوا كائن اسمه اوترايدر علشان يدور على حاجة معينة على الارض قبل ما يغزوها، وبنشوف الاوترايدر وهو بيتنقل من مكان لمكان بيقرا افكار الناس عشان يدور على الحاجة اللي عايزها واللي لسه مش عارفين ايه هي. لكن اخيرا بنشوفه بيقرا افكار بلاك بولت واللي يبقى ملك مدينة اتيلان واللي تبقى مقر الانهيومنز على الارض. الانهيومنز هم كائنات زي البشر بالظبط، لكن جيناتهم مختلفة بشكل بيديهم قدرات خارقة وبيغير شكلهم. لكن الجينات الخارقة دي بتتفاعل فقط خلال عملية اسمها تيريجينيسيس، ودي كانت بتحصل لما حد من الانهيومنز بيتعرض للضباب الصادر من مادة اسمها تيريجين كريستالز. خلينا نرجع تاني للموضوع الاساسي. لما الاوترايدر بيقرا افكار بلاك بولت بيقدر يعرف حاجات كتير من ضمنها مكان الحاجه اللي ثانوس بيدور عليها، وهنا بلاك بولت بيصحى وبيقطع دراع الاوترايدر. وبالرغم من المطاردات الاوترايدر قدر يهرب بحياته ورجع تاني لكورفس جليف وقال له كل المعلومات اللي جمعها، وان الحاجه اللي ثانوس بيدور عليها موجوده في اتيلان مع بلاك بولت ملك الانهيومنز. في المشهد اللي بعده بنشوف ثانوس مع خادميه وهو بيقول لهم انه قرر يغزو كوكب الارض، وهنا خادميه قعدوا يقولوا له ما بلاش بقى يعني كوكب الارض ده كل مرة بنروح بناخد لا مؤاخذة على قفانا وما يصحش يعني. لكن كورفس بيطمنهم وبيقول لهم الارض دلوقتي مختلفة، وده لان في كائنات اسمهم ذا بيلدرز دلوقتي متجهين ناحية كوكب الارض بغرض تدميره. علشان كده الافنجرز اجتمعوا واتجهوا علشان يواجهوهم في الفضاء قبل ما يوصلوا لكوكبنا، يعني دلوقتي كوكب الارض ما فيهوش افنجرز. في العدد اللي بعده بالفعل بنشوف ثانوس وجيوشه بيغزوا الارض بالكامل وبيهزموا معظم الابطال الخارقين من اول الاكس مان وحتى اطلانتس. والأسوأ من ده كله هو ان ذا ايبونيمو واحد من اهم ملازمي ثانوس استخدم قدراته في انه يسيطر على دكتور سترينج ويخليه يدور له على الحاجة اللي ثانوس عايزها. وفي الاثناء دي جيوش ثانوس وصلوا لمدينة اتيلان وبنشوف كورفس وجها لوجه مع بلاك بولت. كورفس بيقول لهم ان ثانوس عايز الضريبة، ولما بيسألوه ايه الضريبة دي قال لهم انه عايز رؤوس كل الانهيومنز من سن 16 لحد 22 واداهم مهلة يوم واحد. بلاك بولت فورا استدعى الإلوميناتي وقال لهم انه عارف ثانوس جه الارض ليه. الضريبة اللي بيطلبها دي مجرد تغطية لهدفه الحقيقي. ثانوس مش عايز يقتل كل الاطفال اللي بالسن ده، لكن عايز يقتل طفل واحد بالذات، والطفل ده يبقى ابنه. في وسط صدمتهم بلاك بولت بدأ يشرح زمان في قبيلة من الانهيومنز سابوا الارض بسبب مشاكل وسط العائلة الملكية وهاجروا لمكان ما في الفضاء، لكن القدر حطهم وجها لوجه ضد ثانوس. غالبا ثانوس اغتصب واحدة منهم والست دي رجعت للارض وهي حامل في ابنه، يعني الطفل ده مش بس ابن ثانوس التايتن المجنون لكن كمان عنده جينات انهيومن. هنا بلاك بولت ادالهم ارشيف اسمه التيريجين كودكس، وده بيحتوي على معلومات عن كل الانهيومنز وشجرة عائلتهم، وطلب منهم
انهم يدوروا على الطفل ده قبل ما ثانوس يقدر يوصل له. الإلوميناتي بالفعل انطلقوا علشان يبحثوا عنه، لكن من سوء الحظ اللي لقاه كان دكتور سترينج واللي يبقى تحت سيطرة الإبنيمو، وكمان اكتشف ان الطفل لسه ما حصلوش تيريجينيسيس، يعني لسه ما عندوش قدرات خارقة. إبنيمو بيطلق سراح دكتور سترينج لكن بيخليه ينسى كل حاجة اكتشفها عن الطفل ومكانه، وهنا بيتضح ان إبنيمو ليه خطته الخاصة مع الطفل ده بعيدا عن مخططات ثانوس. القصة بعد كده بتدينا نظرة أقرب لابن ثانوس واللي بنكتشف ان اسمه سين، وبنكتشف انه بعيدا كل البعد عن الجنون بتاع ابوه، وكان محبوب جدا وسط القرية، وكان مشهور بالمعالج لانه كان بيعالج امراضهم وجراحهم. بعد كده القصة بتتنقل لمدينة اتيلان واللي بنكتشف ان بلاك بولت هرب كل سكانها تحضيرا لمعركته مع ثانوس، ولما ثانوس وصل بلاك بولت دمر المدينة بالكامل وفعل قنبلة اسمها التيريجين بامب، ودي قنبلة بتنشر بخار التيريجين على كوكب الارض كله، وبكده بتفعل قدرات كل الانهيومنز في العالم. طبعا من ضمن الانهيومنز اللي قدراتهم اتفعلت كان سين ابن ثانوس، وبنشوفه وهو بيتحول لشكله الحقيقي وقدراته الخارقة بتتفعل، وبنكتشف ان قدراته الخارقة دي قوية ومدمرة جدا لدرجة انه بالخطأ قتل كل الناس اللي حواليه. في وسط الجثث والدمار إبنيمو بيستغل الفرصة وبيقرب من سين وبيقول له واضح انك بالفعل ابن ثانوس. سين قال له انا مش زيه، لكن إبنيمو بيقول له التيريجينيسيس اظهرك على طبيعتك الحقيقية اللي زي طبيعة ابوك، وبيعرض عليه بدلة تقدر تساعده يتحكم في قدراته، وسين على طول بيقبل البدلة دي علشان تمنعه من انه يأذي اي حد تاني. لكن اول ما بيلبسها إبنيمو بيحبسه جوه سجن، وبعدها بيتواصل مع ثانوس وبيقول له انا لقيت ابنك. ثانوس فورا بيروح هناك وبيقف اخيرا وجها لوجه مع ابنه، لكن في اللحظة دي بيجي لهم خبر ان حرب الافنجرز مع البيلدرز انتهت، ودلوقتي الافنجرز في طريقهم للارض. في العدد التالي بنلاقي ان الافنجرز بالفعل وصلوا وفورا دخلوا في معركة مع ثانوس وجيوشه، لكن وسط المعركة إبنيمو حرر سين وقال له انت لازم تتقبل قدرك كابن ثانوس وتقتل ابوك. سين بالفعل بيتقبل قدراته واستخدمها في انه حط ثانوس في وضع اسوأ من الموت، وهو انه جمده وخلاه ولا هو عايش ولا هو ميت. بكده غزو ثانوس للارض انتهى، لكن دلوقتي بقى فيه خطر اسوأ. سين اللي كلنا شفنا قوته بقى دلوقتي طليق وإبنيمو بيهمس في ودنه. سين ظهر في عدة قصص بعد كده، لكن زي ما حكيت قصة نشأته لازم احكي قصة نهايته واللي بنشوفها على مدار المجلد الثاني من سلسلة ثانوس. لكن قبل ما نتنقل للقصة دي هجاوب على السؤال اللي بتسألوه لنفسكم دلوقتي، هو ثانوس اتحرر ازاي؟ ده حصل اثناء العدد 23 من المجلد الثالث من نيو افنجرز، واللي بنعرف فيه ان نامور حصل خلاف بينه وبين باقي افراد الإلوميناتي، علشان كده انشأ فريق منفصل اسمه ذا كابال، وقرر انه يحرر ثانوس ويضمه للفريق ده. لكن بعد اختفاء ثانوس في نهاية احداث سيكريت وورز، كورفوس جليف استغل الفرصة وسيطر على البلاك كوادرنت، وده يبقى مجموعة من الكواكب كانت تحت سيطرة ثانوس. لكن بعد كده إبنيمو بيسلط سين انه يروح يغزو البلاك كوادرنت لانه كان عرش ابوه وبالتالي من حقه هو، وبالفعل سين بيهاجم البلاك كوادرنت، لكن كورفوس جليف كان عامل حسابه وخلى كائنات اسمهم ذا كوفن يسلبوا سين كل قدراته، وبعد ما سين فقد كل قدراته الخارقة جيش كورفوس قدروا بسهولة يسجنوه. اثناء ما سين كان في الاسر سمع حد بيكلمه وبيقول له انا هساعدك، ولما سين بيسأل انت مين، الشخص ده بيكشف عن نفسه انها ديس، الكيان الكوني اللي بيجسد الموت. فاكرين ديس اللي ودت ثانوس في داهية؟ تقريبا قررت انها تكمل هوايتها المفضلة مع ابنه. سين بيسألها انت عايزة مني ايه، وهي قالت له انها عايزة تساعده ينفذ اللي نفسه فيه وهو انه يقتل ابوه. سين بيقول لها بس انا فقدت كل قدراتي، لكن هي بتطمنه وبتقول له انا هوريك طريقة تحصل بيها على قوة اقوى واعظم. وبالفعل سين زي ابوه سلم نفسه لديس. خلال سلسلة من الاحداث ثانوس بيظهر من جديد وبيرجع يسيطر على البلاك كوادرنت، وفي الوقت ده بنكتشف ان سين جمع فريق مكون من ذا تشامبيون ونيبولا وستار فوكس، وبنشوفه بيقول لهم على خطته انه يقتل ثانوس، وهي انهم يسرقوا حاجة من جوه سفينة تيركس ذا تيمر، والحاجة دي المفروض هتساعدهم على اختراق البلاك كوادرنت. بالفعل الفريق بيخترقوا سفينة تيركس وبيلاقوا الحاجة اللي بيدوروا عليها، وبنكتشف ان سين خدعهم وما قالهمش ان الحاجة اللي بيدوروا عليها هي بيضة عنقاء واللي بتحتوي على الفينيكس فورس، واللي تبقى من اقوى الكائنات الكونية على الاطلاق. نيبولا اتضايقت جدا لما عرفت ان سين خدعها وطلعت المسدس بتاعها وقتلته، لكن بنكتشف ان البيضة اصلا بتتفتح لما حد بيموت جنبها، وهنا الفينيكس فورس طلعت منها ودخلت جوه سين ورجعته للحياة ومعاه كل القوة بتاعتها.
وخلال صفحات قليلة بنشوف سين وجها لوجه مع ثانوس. ثانوس بيقول لسين بلاش تثق في ديس، وبيفضل يقول له انها بتتلاعب بيه علشان تشبع رغباتها المدمرة وانه مجرد لعبة في ايديها. سين بيتجاهل كلام ابوه وبيستخدم قوة الفينيكس في انه يسلب ثانوس كل قواه ونفاه وحيد واعزل لقمر تايتن. لكن خلال عدد من الاعداد بنلاقي ان نيبلا وستار فوكس وتشامبيون قرروا انهم يروحوا ينقذوا ثانوس من تايتن ويتحالفوا معاه للقضاء على سين، وده لان ديس دلوقتي بتخليه يستخدم الفينيكس فورس في الدمار. خطة ثانوس كانت انهم يروحوا المكان اسمه ذا جاد كواري موجود على اطراف الكون، ويبقى المقر بتاع الكائنات اللي اسمهم ذا كوفن، وبالفعل بيروحوا هناك خلال ثقب اسود وبيطلبوا مساعدة الكائنات دي في القضاء على سين. وخلال سلسلة من الاختبارات ثانوس بيقدر يحصل على القوة اللي تقدر تخليه يتغلب على ابنه، وعلى طول بنلاقيهم هما الاتنين وجها لوجه من جديد. المعركة بينهم كانت شرسة لدرجة ان الكوكب اللي واقفين عليه اتدمر كله، لكن بعد كده ثانوس سحبوا معاه للجاد كواري، وهناك ساحرات الكوفن للمرة التانية سلبوا سين قدرات الفينيكس بتاعته. الحرب بين ثانوس وابنه اخيرا انتهت بفوز ثانوس اللي قرر انه مش هيقتل سين لكن هيسيبه في الجاد كواري مضطر يعيش وحيد في عذاب ابدي. دي كانت نهاية قصة سين ابن ثانوس حتى الآن. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب مع تفعيل الجرس عشان يجيلكوا إشعارات بكل جديد، وما تنسوش لايك على صفحة الفيسبوك، وبرضه لو حابين تدعموا القناة تقدروا تشتركوا على صفحتنا على باتريون من الرابط المكتوب على الشاشة وموجود في الديسكريبشن. أشوفكم الفيديو الجاي.